السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض شيش طاووق بطريقه سهله جدا، والمكونات كلها موجوده في البيت. طبعا احنا عارفين دلوقتي ان هو بره السندوتش منه معدي 50 و60 جنيه. طب وليه ما احنا نعمله في البيت احسن؟ دلوقتي كل حاجه بقت غاليه النار، فلازم نعمل كل حاجه في البيت بنفسنا. بس لأول مره تشوفيني انا هنا، ولو ما اشتركتيش في القناه اشتركي فيها عشان خاطر يوصلك كل الفيديوهات الجديده. بصوا لونه شكله عامل ازاي، ده كده الاضاءه كمان مش مبينه جماله، يعني هو لونه جميل جدا جدا جدا. من اول مره هتعمليه هيعجبهم جدا عندك في البيت. نسمي الله ونبدا. معانا بقى شويه توابل كده، طبعا انا هسيبها لكم في صندوق الوصف، تمام؟ بالمقادير كلها. معانا بقى كمون وكزبره وفلفل اسود وبابريكا حمراء وجنزبيل وقرفه. كل التوابل اللي عندنا، هو بيحب توابل كتير. ومعانا نص معلقه توم كبيره مفرومه، ونص كوبايه زيت، ومعلقتين كبار خل، ومعلقه كبيره مستردة، ومعلقه كبيره كاتشب، وكيس كنور بودر شيش طاووق، خلطة شيش طاووق البودر اللي هي من كنور، ومعلقة كبيرة كاتشب، ومعلقة كبيرة صويا صوص لو متوفرة، مش متوفرة مش مشكلة. طبعا التوابل الأولانية كان فيها ملح. أنا هسيب لكم التوابل دي كلها في صندوق الوصف. وهي علبة زبادي. وبس كده. ده الخليط بتاعه اللي هيقعد فيه ساعتين على الأقل قبل ما نعمل الوصفة. احنا المفروض نسيبه ساعتين، ممكن كمان من قبلها بيوم يبقى احسن واحسن، هيبقى اطرى اكتر، يبقى طري جدا معاكي. ومعانا عصير ليمونتين، بس انا نسيت اعصرهم دلوقتي، فهعصرهم كمان شويه معاكم. انا معايا هنا كيلو شيش طاووق، صدور على وراك. يعني انا عامله صدور على وراك متقطعه، وطبعا مغسوله ومتصفيه من الميه وكل حاجه. هو بيبقى اطعم اكتر في الوراك، بس انا كان عندي بصراحه صدور، فقلت يلا مشي ده على ده. الخليط ده يبات فيه ليله كامله، يبقى اكتر طراوه، ويبقى طعمه حلو جدا. واسفه على الازعاج اللي جنبي ده، والله انا بصور الساعه 6 الصبح عشان الاصوات دي برضه مفيش فايده. تمام. دلوقتي هنعصر عليهم عصرتين ليمون اللي قلت لكم عليهم من شويه، عصرتين 2 ليمونه، عصير 2 ليمونه. تمام. التوابل بالظبط هسيبها لك في صندوق الوصف. دوسي على كلمه المزيد هتبان لك على طول هيبان لك على طول المقادير كلها. بس عندنا بقى هنا خله طبعا معروفه بتاعت الشيش طاووق، انا كنت نقعاها في الميه حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع، وصفيتها. تمام. ممكن لو انت عندك صينيه ما عندكيش الشبكه، ترصي بالطريقه دي على الصينيه كده. يعني ترصي على صينيه اصغر حجمها من حجم الخله بتاعت الشيش طاووق، العصايه بتاعت الشيش طاووق. تجيبي صينيه اصغر من الخله بتاعت الشيش طاووق عشان ترصي عليها بالطريقه دي. دي كده طريقه. تمام. لو عندك شبكه بقى اعملي زي كده. انا عندي الشبكه اللي بتتحط على وش الصينيه. وعندنا طبعا بصل مقطع شرايح زي ما انت شفتي معايا كده، وفلفل احمر، فلفل اصفر، فلفل اخضر، وطماطم جامده شويه. انا عايزه ابل الخله تاني قبل ما اشتغل فيها علشان ما تتحرقش مني في الفرن. تمام. عشان حسيت انها نشفت شويه. فانا كده كده هحط في الصينيه ميه، عشان بخار الميه بيساعد على طراوه الشيش طاووق اكتر، بيسويه اسرع ويخليه طري معانا اكتر. تمام. فدي الصينيه اللي انا هسوي فيها كده كده. فنزلت فيها بكام كوبايه ميه كده. الميه دي بتتبخر معانا في الفرن، وخدت منها العصيان خلاص بتاعت الشيش طاووق. رصي بقى الخضر زي ما انتي يعجبك، مش لازم الترتيب قوي، انا بس بنظم وبرتب كده عشان التصوير. لكن انتي رصي وخلاص، هو كده كده كله بيتاكل في الاخر، وكله بيبقى طعمه لذيذ. تمام. حطيت طماطم وبصل، وهحط فلفل الوان، وبس.
حاولي تجيبي حجم العصايه بتاعه الخله اللي هو الطويل شويه، وتبقى ناشفه يعني تخينه شويه وسميكه شويه. وبس على كده. وزي ما اتفقنا لو انت ما عندكيش الشبكه، حطي الخله على صينيه اصغر من حجم الخله نفسها. الشيش طاووق طبعا من الاكلات اللذيذه اللي كلنا بنحبها سواء كبار او صغيرين. سندوتشات بقى، رز بسمتي، مكرونات، عيش بلدي، اي حاجه. يعني انا النهارده مع عاملاه هو كده بس، مع عيش بلدي وطحينه بس كده خلاص، وسلطه. خلاص ده كان كده خلاص شكله بعد ما رصيته. هو عمل معايا حوالي 4 عيدين، لان انا كنت جايباها عيدان كبيره شويه. دي الشبكه اللي انا قصدي عليها. تمام، لو عندك يبقى كويس، ما عندكيش زي ما اتفقنا. انا هنزل ببقيه الخلطه في الصينيه من تحت على الميه. ليه؟ لان بتدي نفس الريحه ونفس الطعم للميه، فبيطلع الريحه والطعم على شيش طاووق من فوق. ولازم خطوه الميه دي لانها بتساعد جدا على السوا وعلى الطراوه بتاعه اللحمه بتاعه الفراخ نفسها. ما تخلوش طالع ناشف معاكي. في الوقت ده انا مسخنه الفرن على 200 على الرف الاوسط. هنحطه اول ما نحس ان هو استوى خلاص، هنشغل الشوايه من فوق عشان نديله اللون اللي هو محمر شويه من فوق ده. وبس كده. يا رب يكون الفيديو عجبك، وما تنسيش بقى اللايك يا جميله. وكل سنه وانتم طيبين. وده شكله بعد ما شغلت عليه الشوايه شويه خد لون من فوق. هستنى بقى تجربيه وتقولي رايك فيه. بصي بقى، انت ممكن تعمليه مع رز بسمتي ومكرونه وعيش كريب، وممكن معاه فينو. بس احنا بصراحه بنحبه كده مع سلطه طحينه وشويه بقدونس وشويه سلطه. خلاص كده بقت عشوه زي الفل او غدا زي الفل. بصوا لونه خطير ازاي. هو مش محروق يا جماعه، هو بس الاضاءه وحشه شويه عندي. مش عايزه احلف لكم قد ايه طري وجميل وريحته وطعمه حاجه اخر طعامه. بجد جربيه وان شاء الله يعجبك. بصي بقى السندوتش ده خطير. انا حاطه له شويه بقدونس كده مع شويه طحينه، ويا سلام بقى. حاجه كده تفتح النفس. اتمنى تنوروني في قناتي، وباذن الله الفيديو يعجبك وتعملي لايك. هكسر بس اللون بتاعها بشويه بقدونس كده. بقدونس معاه بيبقى خطير قوي على فكره. والسلام عليكم.